انا شفت صور فطار المطريه واتبسطت. هي دي مصر، هي دي مصر اللي بنطبطب فيها على بعض، واللي بيوتنا كلها مفتوحه على بعض، واللي رغم اللي بيحصل في البلد من الغلا بقى مشاكل مش مشاكل، كلنا جنب بعض. عاوزه اقول لكم بس ان المطريه دوله فعلا، وحوار الفطار الجماعي ده مش من السنه دي، ده بقاله اكتر من 10 سنين. بس للاسف السنتين اللي فاتوا دول اهالي المطريه ما عرفوش يعملوا كده علشان خاطر حوار الكورونا، بس رجعت بيوتنا تتفتح تاني. انا اكتر حاجه بقى عجباني في الحوار ده ايه؟ ستاتك يا مصر. يمكن ناس كتير قالت ان هم مش موجودين في الصور، بس لو كبرنا الصور اكتر هنلاقي الستات موجوده، ومش بس موجوده تفطر، لا دي موجوده في التوضيب وفي التحضير وفي التجهيز. ما هي برضو الحاجات دي بتاعت الستات. ما هي فكره زي دي بالحلاوه دي ما تطلعش غير من ستات. وانا عايزه اشكر ستات عزبة حماده، ولو موجودين على الصفحه ارفعوا ايديكم كلكم لفوق. انا عايزه اسال سؤال، هل المطريه كده طول السنه ولا بتيجي في شهر رمضان بس وتعمل كده؟ يمكن ما عنديش اجابه السؤال ده، بس انا بشوف المطريه في كل شارع في مصر. البيوت كلها في رمضان بتبقى فاتحه على بعض، وانا اولكم. وعلى الرغم من الظروف اللي احنا بنمر بيها السنه دي، لكن امشي في اي شارع هتلاقي مائده واثنين وثلاثه. ده يقول لنا حاجه واحده بس، ان المصريين ما بيهمهمش. وانا بقى عايزه اعمل معاكم مبادره صغيره، ان احنا اللي عملناه في رمضان يا ريت نكمل بيه لاخر السنه، والمليان يصب على الفاضي، ونفضل كلنا كتف في كتف. لان مفيش حاجه هتعدي بينا الظروف دي غير ان احنا كلنا نفضل مع بعض وايدنا في ايد بعض.